السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهاردة للناس اللي بتحب الأكل الصحي. النهاردة هنعمل السمك المشوي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وبدون أي افتكاسات. بس لأول مرة تمر على قناتي، أنا اسمي رشا ودي قناتي. يا ريت ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل لو عجبك الفيديو. ونبدأ مع بعض بسم الله. هنا معانا التتبيلة اللي هنحشي بيها السمك. معانا معلقة صغيرة فلفل أسمر، ومعلقة ملح، ومعلقة كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة كمون، حوالي 5 فصوص توم مبشورين، معلقة فلفل أسمر، معلقة ملح، معلقة كزبرة، معلقة بابريكا، معلقة كمون، حوالي 5 فصوص توم مفرومين. هننزل بيهم في بولة صغيرة زي ما انتم شايفين كده. تمام. وبعدين هنزل على التوابل دي بربع كوباية عصير ليمون، ومعانا حوالي معلقتين زيت نباتي كبار أو زيت زيتون، ونخلط كويس لحد ما يمتزج كل المكونات دي مع بعضها. وهنا كان معايا السمك بتاعي، انا جبته ونضفته كويس جدا، وبعدين عملت فيه فتحته من كل ناحية حوالي فتحتين او 3 عشان يتشرب معانا الخلطة بطريقة كويسة. وبعدين همسك كل سمكة وادهنها من كل اتجاه بالخلطة اللي احنا عملناها مع بعض، ومن الداخل كمان ندهنها كويس جدا عشان تتشرب معانا الخلطة، ومن جوه تدهنيها كويس جدا كده. تمام. نبدأ بقى مع بعض نحضر الطاجن اللي هندخله الفرن. انا جبت بطاطسايه حجم وسط وخرطتها طرنشات رفيعه جدا، وكمان معانا حوالي جزرايه او 2 بشرتهم بشر رفيع جدا برضو، حطيتهم في الصينيه. وكمان معايا قرن او قرنين من الفلفل الحلو، قطعته برضو طرنشات رفيعه. وكمان معايا بصلايه حجم وسط، خرطتها طرنشات رفيعه برضو وحطيتهم في الصينيه. وعلى المكونات دي كلها انزل عليها بمعلقه فلفل اسمر، ومعلقه كزبره، ومعلقه ملح، واقلب كويس جدا المكونات دي كلها مع بعضها. الوصفه دي يا جماعه والله العظيم هتعجبكم جدا. كده بعد ما قلبتهم كويس هحط عليهم، هرصص عليهم السمك من فوق كده. تمام. بعد ما رصصنا السمك هناخد بقى كل سمكيه. هنا معلش اعذروني كان النور قطع، فبحاول اصور بقدر الامكان بطريقه واضحه. هنا هناخد قلب كل سمكيه وهنحشيها بالبصل اللي احنا تبلناه في الصينيه كده. تمام. كل سمكية هنحط جواها طرنشاية او 2 من البصل اللي احنا تبلناه، وبعدين عود شبت في كل سمكية. معلش اعذروني هو النور كان قاطع، وانا طبعا ماسكة بايده وبصور، ومن الناحية التانية بشتغل بالايد التانية. كل سمكة هنحط فيها عود شبت، بيدي طعم وريحة تحفة. كده هنخلص السمك كله مع بعض. تمام. وهنا كانت معايا اخر واحدة هنحط فيها عود الشبت كده. تمام. الخطوة اللي جاية بقى في كل سمكة هنحط فيها مكعب زبدة صغير أو حتة زبدة صغيرة بطرف المعلقة. زبدة يا جماعة مش سمنة، عشان الوصفة دي المفروض إنها صحية. والزبدة طبعا أنا جايباها ومسيحاها كده. تمام. كل سمكة حطيت فيها قطعة زبدة صغننة بطرف المعلقة، بتدي طراوة وطعم يجنن. وكل سمكية هنزل عليها بعصرة ليمون كده. تمام. وبباقي الخلطة اللي فاضلة معايا هدهن بيها وش السمك من فوق. الحاجات اللي انا خرطتها في الصينيه من تحت اللي هي الجزر والبصل والفلفل والبطاطس بيبقى طعمها يجنن بعد كده. تمام. كده خلصت باقي الخلطه اللي معايا، وكنت مقطعه حوالي طماطمايه او 2 طرنشات رفيعه، وهحشي بيها الفراغات اللي بين السمك. تمام. هنا بقى الحمد لله كان النور جه والصوره وضحت معانا.
بعد ما بخلص رص شرايح الطماطم، بغطي الصينيه طبعا بورق الفويل وبدخلها الفرن رف وسط درجه حراره 200 لمده نص ساعه او ساعه الا تلت بالكتير قوي. وبعد ما تستوي معانا كويس بشيل الفويل طبعا وبديها وش تحت الشوايه كده تمام. دخلتها الفرن وهنا معانا حله على النار وهنزل فيها بمعلقه او اتنين من الزيت النباتي برضو. ومعايا هنا بصلايه خرطتها ونزلت بيها في الزيت وهحمرها لحد ما تاخد اللون الذهبي معانا. اللون مش اللون الذهبي، اللون البني. تمام. تاني قلبي عشان ما تتحرقش منك. هنا قربت خلاص تاخد اللون البني معانا كده تمام. هنزل بمعلقه كركم صغيره ومعلقه كمون صغيره والملح حسب الرغبه ومعلقه بابريكا صغيره. وهقلب المكونات دي عشان البهارات تتحمص معانا شويه. وبعدين نزلت بالرز بتاعنا بعد ما غسلناه وتقليبه كده. وهنا كان معايا قرنين فلفل رومي خرطتهم ونزلت بيهم على الرز بيدوا ريحه تحفه يا جماعه. وبعدين هنزل بالميه المغليه بتاعتنا مستواها يكون فوق الرز بحوالي 3 مللي ونقلب تقليبه كده ونسيبه يستوي مع نفسه. ودي كانت النتيجه النهائيه بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله، الريحه والطعم ولا اروع. يا ريت يا جماعه والله تجربوها، هتعجبكم جدا للناس اللي بتحب الاكل المشوي. وهنا طبعا هاخد من الخلطة خلطة الخضار اللي احنا حطيناها في الصينية من تحت. كانت البطاطس استوت كويس جدا والجزر والبصل والطماطم طعمهم تحفة متشربين من التتبيلة بتاعت السمك. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تدعموني بالاشتراك في القناة ولايك وشير ونفعل الجرس على الكل. والسلام عليكم.